ثورة 25 يناير، هل هي كانت في صالح البلد أم ضد البلد؟ هل هي ثورة أم فوضى؟ بالنسبة لي هي أكيد ثورة، وبالنسبة لي نادم على المشاركة فيها لأن كانت نتائجها ممكن تهد البلد كلها. طيب، أنا عايز أقسم الفيديو على 3 مراحل: عوامل أدت للثورة، أحداث شفناها بعينينا أثناء الثورة، نتائج الثورة. أحداث أدت للثورة، إحنا كنا في الوقت كشباب شايفين شحن إعلامي كبير جدا، كان يبقى دايما بالليل على قناة مثلا دريم مع منى الشاذلي، مع وائل الأبراشي، مع عمرو أديب، حتى محمود سعد في التلفزيون، القناة الأولى. كان دايما القنوات بتركز على السلبيات، ما كانش حد بيتكلم على إيجابيات، كان كله كلام عن الفساد، المشاكل، التعذيب في الأقسام، الناس اللي مش لاقية تاكل. كان الشحن كبير، كأن بيدونا صورة إن مفيش حل للأوضاع السيئة اللي موجودة إلا بإسقاط النظام. بالتالي إحنا كشباب ما كانش في حل غير كده. كنا شايفين بعينينا التوريث، جمال مبارك تولى الحكم، كنا شايفين بعينينا أحمد عز إمبراطور الحديد، وكله شاكك ازاي الراجل قدر يكون الثروة دي، وازاي يستحوذ على شركة عز للدخيلة. كنا شايفين بعينينا كل حاجة، حتى الناس الغير مسيسة شايفين الناس اللي عندها واسطة ونفوذ ازاي بيقدروا يستغلوا نفوذهم في الثراء الغير مبرر، ان ازاي الرقصات هم بس اللي بيكسبوا، ازاي اللي بيشتغل في الممنوعات هو بس اللي بيكسب، انما الانسان الشريف او الانسان النقي لا، ما بالعكس، انت ممكن تدخل اسم بوليس تتعرض لمشاكل. فبالتالي كل العوامل دي دفعت الناس قالت لا، احنا مش عايزين توريث لجمال مبارك، مش عايزين الفساد اللي احنا بنشوفه. في نفس الوقت الشحن كان عند كله، حتى الشحن طائفي كان موجود، يعني كون ان لا المسيحيين كانوا مستريحين في الاوضاع دي، وانتشار وصول السلفيين بشكل ما كناش بنشوفه زمان، لكن ظهروا بقنوات فضائية ومصطلحات غريبة كنا بنسمعها من السلفيين في الفترة دي. احنا بالنسبة لنا كناس عادية كانت غريبة، بعد ما الواحد قرأ بقى في الفقه وقرأ في الجامعات الإسلامية والدينية، لا ده النورمال يعني العادي. فيروحوا جايين مقسمين ناس أهل ذمة، وحكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، ما كناش نتخيل ان هو حتى يتقال علنا، انه مؤذي قوي، مؤذي. فدي كانت الاوضاع اللي موجودة، الشحن، مشاكل كتيرة، التلفزيون ما كانش بيقدم حلول، لكن كان بيقدم انتقادات لكل شيء في الحكومة، وان النظام هو اللي يتحمل المسؤولية. وحتى لما كانوا بيهاجموا النظام ما كانوش بيهاجموا شخص رئيس الجمهورية حسني مبارك الله يرحمه ويحسن إليه، اللي أنا طبعا شاركت ضده، ولكن طبعا لازم نترحم عليه. الراجل كان وطني وكان شريف، ونقدر نقول إن هو من أكتر الناس اللي اتظلمت حتى في الثورة، إن تاريخه الكبير سواء قبل الرئاسة أو بعد الرئاسة للأسف تم تشويهه، وما خدش حقه، لكن حقه بان مع الوقت، حقه بان بعد وفاته الله يرحمه. أنا شاركت ضده وهتفت ضده، ولكن ما نقدرش ننسى إنجازات الراجل أثناء الرئاسة وقبل الرئاسة. مشكلته بس إن في ناس كانت فعلا استغلت حادثة بعد وفاة حفيده، وبقى في إيديهم كل حاجة، ووصلوا البلد للمرحلة دي. بعد ما حصلت 25 يناير طبعا كان عندنا أحلام إن البلد دي تكون أحسن بلد في الدنيا، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، أحلام. لكن هل هي كانت مرتبطة بالواقع؟ هل واقعنا كان يقبل كده؟ لا، الحقيقة ان الناس كانت هي اللي محتاجة تتغير قبل النظام. يعني الناس ما كانتش عارفة اي حاجة في السياسة، كانوا يشوفوا شعار الاسلام هو الحل فينتخبوا الجماعات الدينية، ما خدوش بالهم او ما قروش على تأثير الجماعات الدينية دي. لما وصلوا للسودان أدوا لتقسيم السودان شمال وجنوب، لما وصلوا للحكم في الجزائر حصلت العشرية الحمراء. ما يعرفوش الجماعات الإسلام، ما أدركوش يعني شغل الجماعات الإسلامية في التسعينات والثمانينات بعد ما رجعوا من أفغانستان،
وازاي كانوا حتى غير المحجبة يرشوا عليها مية نار علشان يجبروها تلبس الحجاب. ازاي انهم حتى رافضين ان تهني اخوك المسيحي، بتقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد الميلاد او عيد القيامة. انت بالنسبة لهم حتى رافضين من فكرة ان انت تروح الكنيسة عشان تعزي اخوك المسيحي في وفاة حد عنده. رافضين حتى رفع الصلبان في الكنايس من بره، لان ده بيقولوا انه يشوه صورة الدولة الاسلامية. افكار فقهية خطيرة جدا. تحريم بناء الكنايس، الهجوم على الكنايس. الناس دي عامة الناس انتخبت الناس دي، وطبعا عامة الناس ما يعرفوش يعني اللي موجود في كتب الفقه. هم كل يعرفوا الاسلام هو الحل، الاسلام دين ربنا ودين جميل، لكن ما يعرفوش التفاصيل اللي موجودة في فقه الجماعات الإسلامية، أو فكرة الدولة الإسلامية عند الجماعات الإسلامية إيه. وصلوا للحكم، وطبعا بمجرد وصولهم للحكم أتوقع أي حد قاري في الأديان وقاري في الفقه وبيحب البلد أكيد حس بحزن كبير، إنه مكنش يتخيل بلدنا تبقى كده. إحنا كان نفسنا بلدنا تبقى فيها مساواة ما بين مسلم ومسيحي، ما فيهاش ظلم، ما فيهاش أي مشاكل، كلنا بنتحد عشان نبني بلدنا. لكن ما كناش عايزين أي تفرقة، مش عايزين فتنة طائفية. عايزين إن زي ما أنت عندك فرصة إن أنت تبني جامع، أخوك المسيحي محتاج برضه يبني كنيسة ومن حقه يصلي. أنت لو اتبنى مسرح ولا كباريه ولا مش هتعترض. طب ليه بتعترض لما تيجي تبني كنيسة؟ لما تحصل مشكلة طائفية احنا ليه بنوصلها لأمن الدولة؟ ليه ما نحلهاش في الشرطة العادية، الشرطة المدنية؟ دي من أنواع المشاكل اللي كانت موجودة. برضو حصلت مشاكل تانية من عامة الناس لما لقت إن موضوع قطع الطرق دوت لإجبار الحكومة أو النظام على شيء بعد 25 يناير، فبقت لعبة. أي واحد عنده أي مطلب بيروح يقطع الطريق بحجة أنا عندي مطلب كذا. مطالب فئوية بقى، كل واحد يركب على الثورة بحجة. مطالب فئوية، مطالب واحد هيتعمل له إزالة على الحاجة هو عاملها ممنوعة على الطريق، فقفل السكة كلها بقى وأنا محدش يقدر يشيلني، ولو حد جه لمسني هصور الكلام دوت واحطه على الفضائيات واقول الشرطة بتعتدي علينا. طبعا عملية التجييش اللي كانت بتحصل على قنوات رجال الأعمال زي نجيب ساويرس ومحمد الأمين في قناة MTV والسي بي سي ضد الجيش كانت واضحة قوي. يعني كان الجيش في الفترة دي هو آخر مظهر من مظاهر الدولة كلها كانت انهارت، ما كانش فاضل لها غير الجيش وخلاص. فأنت لما تجيش الناس ضده وتخلي الناس تهتف ضد الجيش، سواء في محمد محمود سواء في مجلس الوزراء، طول الفترة عمالين يروجوا إن الجيش عامل صفقة مع الإخوان وكلام ملوش أي علاقة بالصحة. ولكن كان كأن في خطة لهدم الدولة كلها. وساعتها لما تتهدم الدولة مش هيتضرر البشوات اللي هم عندهم الفضائيات والقنوات دي، أسهل حاجة هياخدوا طيارة ويمشوا. إنما اللي هيتضرر الناس العادية اللي هي الطبقة المتوسطة، الطبقة الأقل من المتوسطة. كانت نتيجة الحاجات دي ومغامرة 25 يناير هد الدولة كلها. ممكن. طيب أكتر عامل من العوامل اللي أدت لفشل 25 يناير هو الناس اللي شاركت فيها نفسها. إزاي؟ كل واحد كان عنده حب للزعامة، عايز يطلع على الفضائيات يتكلم، يشتم، يجيش الدنيا، علشان يطلع هو الزعيم، هو اللي كلمته صح. لأن هما كل فكرهم كان واقف عند حتة إن أنت زي تعارض. طب يلا بينا نبني بقى. لا، ما فيش فكرة البناء، إنما في فكرة المعارضة، إن أنت تعارض وتتظاهر وتقف وأنت اللي تهاجم وزارة الداخلية. يعني تطور الموضوع إن أنت في أحداث مجلس الوزراء وأحداث محمد محمود كان المتظاهرين بيطلعوا من ميدان التحرير على وزارة الداخلية يهاجموا وزارة الداخلية بنية اقتحام مبنى وزارة الداخلية. فالأحداث دي كلها ما تنبئش إن في دولة بتقوم ولا إن في أمل لحاجة. لو كنا نعرف أو أي حد شريف يعرف إن نتيجة الثورة إن يحصل كده، إن مش بس الأقسام البوليسية اللي اتحرقت، لا، ده كمان عايزين يقتحموا وزارة الداخلية، وجم في أحداث العباسية عايزين يقتحموا وزارة الدفاع.
ايه ده؟ لا، مش هي دي الثورة اللي احنا كنا نفسنا ان هي تحصل عشان تخلي بلدنا تطلع لقدام. دي رجعت البلد لأكتر من كده. على اي حال، حصلت الثورة وشفنا الناس اللي بتزايد، وشفنا الناس اللي ركبت، وشفنا الأحداث الطائفية اللي حصلت. بس الناس عايزين يبنوا كنيسة، في أسيوط والمنيا بيطلعوا يهاجموا المكان وياخدوه. والدولة علشان تقدر تتعامل مع وضع زي دوت ما بتطبقش سلطة الدولة، إنما كانت في الفترة دي عشان تراضي الناس وتهدي الناس وما تشعلش الدنيا تلجأ لمحمد حسان وتلجأ للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أوضاع كانت بالسوء ده كله. في النهاية نتائج الثورة إيه؟ نتائج الثورة إن الناس اللي هي متلونة هي اللي كسبت في كل الأحوال. يعني اللي كانوا مع حسني مبارك، ولما حصلت الثورة بقوا يشتموا في حسني مبارك، وبعدين لما حصلت أحداث 2013 رجعوا يشتموا في الثورة. هم دول اللي كسبوا. إنما الناس العادية البسيطة ما كسبوش. في ناس طبعا اللي هي كانت واخدة تمويل من الدول أو من السفارات الأجنبية بحجة إنهم ثوار أو منظمات مجتمع مدني أو بيتدربوا في صربيا ويرجعوا تاني. دول كسبوا بقى فعلا. يعني دول كسبوا فلوس حرام، فلوس قائمة على هدم دولة، إنهم كانوا يهدوا دولة فيها 100 مليون بحجة إن إحنا ثوار. فأنا أول مرة أعرف إن الوطنية تخليك إنك تاخد فلوس من سفارات أجنبية. ما أنت لما تعمل عمل وطني وتاخد فلوس من سفارة أجنبية، يبقى أنت كده عميل السفارة الأجنبية دي، مش بتشتغل لحساب بلدك. ده المنطق. في كل الأحوال نقدر نقول ربنا أنقذ مصر من الفوضى.